أو لا تسمح الفيفا للعراق بأن يحتضن أي مباراة رسمية في بغداد. اليوم انتهت القطيعة بأول مباراة ودية رسمية بين المنتخب العراقي ونظيره السوري، حضرها جمهور غفير وتابع عمار علي، وكل الشكر لقناة الفرات. هذا هو المشهد الأبرز لبغداد منذ 10 سنوات، حين منعت من إقامة المباريات الرسمية والودية على أرضها، وبدلا منها كانت أربيل تحتضن على أرضها كل شيء، وشيئا فشيء دار السلام تعود على أقل تقدير من بوابة كرة القدم. أقل الإيمان وأقله أيضا كان أداء المنتخب العراقي أمام نظيره السوري، وهو المتبرع الأول للمنافسة داخل الأراضي العراقية. هؤلاء الشباب هم من أحرزوا غرب آسيا على حساب أسود الرافدين، واليوم كادوا يعيدون الكرة بواحدة أخرى بعدما تسيدوا اللقاء والأجواء، ولم يخشوا تشجيع 55 ألف متفرج حضروا قبل 4 ساعات من صافرة البداية. وما دمنا قد ذكرنا البداية، فإنها كانت لتشكيلة العراق الرسمية عبر قائدهم يونس محمود مع مطلع الشوط الثاني، حين حرك الأيام الخوالي بهذه الجماهير وجعلها تستذكر الأفراح التي غابت وغاب زمنها بفضل السياسة وما نجنيه من ورائها. كرة القدم حركت كتلة شعبية لن يقدر على تحريكها أي أحد مهما كبر اسمه وحجمه. هدف قوبل بالتعادل، ومن قبله الصربي بتروفيتش مدرب العراق الجديد يضع يده على خده متأملا سبب عدم تقديم لاعبيه للمستوى المطلوب خلال اللقاء هذا وخلال تصفيات آسيا التي خسرها العراق مؤخرا أمام الصين. والهدف السوري بإمضاء عمر خريبين، والمباراة تسير إلى التعادل مع الأفضلية المطلقة لضيوف بغداد حتى جاءت اللحظة القاتلة، حين حصل مدافع المنتخب العراقي علي الرحيمة على هجمة مرتدة لعبها بذكاء منهيا أول مباراة ودية رسمية منذ 10 سنوات بفوز لأصحاب الأرض. عمار علي، صدى الملعب. مذهل الجمهور العراقي، جميل الملعب وجميل المباراة الحقيقة، وتحية للفريقين العراقي والسوري، وعادت الروح للعراق لبغداد. متعطش هذا الجمهور، 55 ألف بالتأكيد بعد 10 سنوات. لقاء رائع. أتمنى أنه ما تكون المباريات الودية فقط، تكون المباريات الرسمية، ولكنها افتتاحية خير. فوز صعب على الفريق السوري اللي واحدة يعني 96 كمان. تخيل يعني بس يعني جمهور روعة. 55 ألف والكل. أنا أعتقد كرة القدم دائما هي نموذج لتوحيد الشعوب. نعم. في أكثر من هذا مثال. يعني الفريق السوري مع المأساة ومع هذا جالس يقدم. العراق 10 سنين بدون كرة، والآن مباراة تجمع القلوب والأفئدة، ومهما كانت النتيجة أنا أعتقد الاثنين فائزين. حلو. هتقول حاجة يا باشا؟ هقول لك الإثارة كمان في الدقيقة 50، يعني صحيح يعني جت ضد السوريين، بس حطت تاتش إثارة، لمسة حلوة للكورة، إن أحسن من 1-1. طيب انت دافع بالحاجة. طيب